جوزيه جوميز عن نادي الزمالك وتخليه عن منصبه كمدير فني للفريق. مجلس اداره في الزمالك مش شايف شغله كويس ونايم. الطبيعي والمفروض في ظل الظروف اللي انت فيها لما يبقى عندك مدرب ماشي بالشكل ده وانت شايفه ماشي كويس مع الفريق، كان المفروض انك تقعد معاه وتتكلم معاه في التجديد من سنه فاتت. انت مش جاي وهو عقده بيخلص وخلاص هيمشي عايز تتكلم معاه في التجديد. حاجه كمان بتثبت ان المجلس ده مش شايف شغله على اكمل وجه، عشان ما نضحكش على نفسنا. الراجل ليه مستحقات متاخره، الراجل ما مشيش بس بسبب العرض اللي جاله من الفتح السعودي، الراجل مشي بسبب انه ليه قبض ما بيقبضوش بقاله كتير، طالب لعيبه كتير والمجلس بينفض له، ما جابلوش الطلبات اللي هو عايزها، فعشان كده قرر انه يمشي. الحاجه الاخيره والاهم بقى واللي انا مستغربها جدا، هو اشمعنى الزمالك؟ يعني ليه دايما العروض اللي بتيجي من السعوديه ما بتجيش غير لمدربين الزمالك ولاعيبه الزمالك؟ فاكرين كارتيرون قبل نهائي افريقيا بتلاعب الرجاء، لو كسبت هتوصل نهائي قصاد الاهلي او الوداد، كارتيرون يجي له عرض من التعاون السعودي ويمشي. دلوقتي بيتكرر الموضوع مع جوزيه جوميز، لعيبه الزمالك دايما زيزو، عبد الله، طارق حامد، ابو جبل، فرجاني، بن شرقي، دايما العروض من السعوديه، رغم ان الناحيه الثانيه في لعيبه مكسره الدنيا، في لعيب خد هداف الدوري من 15 ماتش، في مدرب واخد كل البطولات، عمرنا ما سمعنا عن عرض جاي لهم من السعوديه ولا حاجه. اشمعنى الزمالك اللي بيجي له عروض كبيره من السعوديه لعيبته ومدربين؟